في تطور دبلوماسي لافت، أفادت تقارير إعلامية صباح اليوم الأحد بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها إسلام آباد قد انهارت بعد نحو 21 ساعة من المحادثات المكثفة دون التوصل إلى أي اتفاق، رغم جهود وساطة باكستانية استمرت حتى اللحظات الأخيرة لإنقاذ مسار التفاوض. ووفقا للمصادر نفسها، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي ترأس الوفد الأمريكي انسحاب واشنطن من المفاوضات، مؤكدا أنه قدم ما وصفه العرض النهائي والأفضل لطهران، لكنه أقر بأن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيدا بسبب غياب ما اعتبره التزاما واضحا من الجانب الإيراني. وأضاف أن الولايات المتحدة تعود إلى نقطة البداية، معتبرا أن فشل هذه الجولة يمثل خسارة أكبر لإيران مقارنة بواشنطن. وفي السياق ذاته، أوضحت التقارير أن المقترح الأمريكي ركز على شرط أساسي غير قابل للتفاوض، يتمثل في التزام إيراني صارم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أو تطوير قدرات تسمح بإنتاجه بسرعة، خصوصا ما يتعلق بعمليات تخصيب اليورانيوم. كما تضمن العرض بنودا حساسة بشأن تحييد مضيق هرمز ومنع استخدامه كورقة ضغط، مع استبعاد ملفات إقليمية معقدة مثل الحرب في لبنان من جدول المفاوضات. ورغم تأكيد فانس أن العرض اتسم بقدر كبير من المرونة، فإنه أشار إلى عدم وجود مؤشرات جدية على استعداد إيران للقبول بهذه الشروط. ووفقا للمصادر ذاتها، كشف فانس من جهته عن اتصالات مكثفة ومباشرة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار ساعات التفاوض، إلى جانب تنسيق مستمر مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إضافة إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، في إشارة إلى أن المحادثات كانت تدار تحت متابعة سياسية وعسكرية عالية المستوى. في المقابل، سارعت طهران إلى تقديم رواية مختلفة تماما، متهمة واشنطن بالتشدد وفرض شروط وصفت بأنها غير واقعية، معتبرة أن الوفد الأمريكي جاء إلى المفاوضات وهو يبحث عن مخرج أكثر من سعيه إلى التوصل لاتفاق حقيقي. وأكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف أن التجربة التفاوضية مع الولايات المتحدة غالبا ما تنتهي إلى الفشل ونكث الالتزامات، في تعبير عن عمق أزمة الثقة بين الجانبين. فبين من يعتبر أن اللاعب وجد نفسه مضطرا للتصرف بهذا الشكل تفاديا لأي تبعات قانونية أو أمنية داخل بلده، يرى آخرون أن تسييس الرياضة ينعكس سلبا على أداء اللاعبين ويقوض روح المنافسة الشريفة التي تقوم عليها اللعبة. وفي ظل هذا الجدل، تتجه الأنظار إلى كيفية تعاطي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع هذه الواقعة، وما إذا كان لها تأثير على مباراة الإياب المرتقبة في المغرب، خصوصا مع حالة الترقب التي تسود الشارع الرياضي في البلدين بانتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة من مستجدات أو توضيحات رسمية بشأن هذا الملف الحساس.